المنيو كمان هيحدد لك انت هتفتح المطعم بتاعك كام ساعه. انت لو بتشتغل فطار يبقى هتفتح من 9 الصبح، لو انت ما عندكش اصناف فطار يبقى هتفتح من بعد الظهر، لو انت بتشتغل مع فئه الجامعه والسندوتشات البريبيرد الجاهزه السهله هتفتح من بدري، لو انت بتعمل وجبات عشاء تشتغل لغايه الساعه 1 2 3 بالليل. عشان كده قلنا شغلانه المطاعم شغلانه ملوش اهل. بس انت لو رسمت المنيو صح هتعرف انت بتشتغل امتى وازاي وبتستهدف انهي فئه. فانت لو ما حطيتش المنيو بتاعك حاجه مركزيه بيتبني عليها افرش مكاني ازاي، اشطب المطبخ بتاعي ازاي، اجيب المعدات بتاعتي ازاي، هفتح كام ساعه، كام واحد هيشتغل، المنيو هو العمود الفقري للمطعم. اوعى تفكر في مجال المطاعم قبل ما تكون محدد هو انا اصلا عندي ميزه تنافسيه في ايه. بما انك بتقول المطاعم كتير لازم تعرف طب انا الناس هتجيلي ليه، وده سؤال مهم جدا. ليه الناس هتاكل عندنا؟ ليه الناس هتشتري مني المنتج بتاعنا؟ اوعى تقع في كمين وهم الجوده زي ما قلنا، لا، في عناصر كتير بتخلي المطاعم تشتغل وعناصر تانية بتخلي المطاعم ما تشتغلش، رغم ان هم بيعملوا منتج بالنسبه لصحابهم صحاب المطاعم يعني متوهمين ان هم بيقدموا حاجه جامده. انا عمرو حافظ بتكلم عن البيزنس، لو حابب تتابعنا هتلاقينا موجودين على كل المنصات. شكرا جدا ليكم.